السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية نبدأ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هنتكلم على رعاية العجول الرضيعة منذ الولادة. طبعا احنا بيسبق موضوع ما قبل الولادة عملية تحصين الأبقار بتحصين الروتا ضد الفيروسات اللي هي مسببة للإسهال، والفيروسات والبكتيريا التنفسية اللي هي مسبب عملية التهاب الرئوي أو السل. أهمية أول حاجة لبن السرسوب بالنسبة للعجول الرضيعة. طبعا لبن السرسوب بيعد أهم حاجة بتحدد نجاح المزرعة ونجاح عملية الإنتاجية، حيث إن لبن السرسوب أو اللبن هو العامل المهم لحياة العجول منذ البداية. ناخد الموضوع خطوة خطوة. طبعا عملية اللبن أو السرسوب هو يعتبر السائل الذهبي اللي بيحدد مستقبل صحة العجول من اللحظة الأولى. تمثل عملية تربية العجول الرضيعة حجر الأساس في نجاح أي مشروع لتربية الأبقار الحلابة، لأنها بتنعكس على صحة العجول في مراحلها الأولى، وعلى جودة القطيع وإنتاجيته مستقبلا. اللبن أو اللبن السرسوب ذلك السائل الكثيف ذو اللون الذهبي اللي بتفرزه البقرة مباشرة بعد الولادة، العامل الأكثر تأثيرا في تكوين مناعة العجول وبداية حياة بشكل سليم. في هذا التقرير نسلط الضوء على أهمية اللبن ومكوناته وفائده وطرق تقديمه وكيفية تخزينه، إلى جانب الأخطاء الشائعة في عملية التخزين دي هنخليها بعدين. لبن السرسوب هو حليب تنتجه البقرة خلال 24 ساعة وإلى 72 ساعة منذ الولادة. وطبعا أهم حاجة إن العجل بعد الولادة بساعتين بتكون المعدة بتاعته مهيئة تماما عشان تكون جاهزة لامتصاص عملية المناعات أو المناعة اللي في لبن السرسوب. وهو طبعا بيكون لونه أصفر مائل إلى الذهبي. القوام بتاعه بيكون أكثر كثافة. اللبن السرسوب غني بالأجسام المناعية والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن، ومجرد مرور الساعات الأولى بعد الساعات الأولى بتنخفض قيمته الغذائية تدريجيا حتى يعود الحليب لطبيعته. مكونات اللبن: يتميز اللبن بتركيبة قوية تجعله غذاء لا يقدر بثمن للعجول حديث الولادة، ويشمل الأجسام المناعية وهي دي خط الدفاع الأول ضد الأمراض. البروتينات عالية التركيز خصوصا المناعية، منها الفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي A ودي وإي. الأملاح المعدنية: الكالسيوم والفوسفور المغنيسيوم. العوامل النمائية للعجول مثل AGF التي تدعم نمو الجهاز الهضمي وتسريع نضجه. هذه العناصر مجتمعة مع بعضها تمنح العجل انطلاقة صحية قوية لا يمكن تعويضها لاحقا بأي شكل من الأشكال. وطبعا احنا ساعات بنستعجب ان في ناس بتاخد العجول عمر يوم وبيكمل بيه ما نعرفش ازاي، طبعا بس كل واحد حر في اختياره. لكن الأنسب بالنسبة للعجول الرضيعة لازم وبشكل لا رجعة فيه ان هو ياخد لبن السرسوق اللي هو اللبن. النهاردة لما نقول الأجسام المناعية، طبعا العجل ما بياخدهاش عن طريق المشيمة وهو في بطن أمه، ما بياخدهاش إلا بعد ما بيتولد، وبياخدها من لبن السرسوب اللي بتحميه خلال الأسابيع الأولى بالوقاية ضد الأمراض، تمام، الالتهابات البكتيرية والفيروسية، التهابات الجهاز التنفسي، تسمم الدم، تحسين وظائف الجهاز الهضمي، تنشيط حركة الأمعاء، تحسين امتصاص العناصر الغذائية، تعزيز نمو البكتيريا النافعة، تسريع النمو.
العجول اللي هي بتاخد كميات كافية من اللبن أو السرسوب تنمو بشكل أسرع ونمو سريع، وتصل بعد مرحلة الفطام والنضج بجودة أعلى إنتاجية وأفضل مستقبلا. إمتى نقدر نقدم اللبن السرسوب للعجل؟ بعد ساعتين من الولادة مباشرة. بياخد 4 كيلو دفعة واحدة، وبعد كده بنقسم ال4 كيلو في اليوم التاني على فترات طول النهار، واليوم التالت هكذا. وبعد كده بنبتدي نديله طبعا أول حاجة بعد الولادة أو على طول مباشرة بساعة بنديله كبسولة كاف جارد، وده طبعا عشان تكملة على التحصينات اللي خدتها الأم. وبعد ما يكمل 10 أيام بنديله نيدالجين، برضو ده جرعة منشطة ضد الفيروسات والتنفسية وضد الإسهالات. ولما يكمل 15 يوم بنديله روافع مناعة عشان العجل يكون كده خد كل ما يلزمه من تحصينات. ما ننساش طبعا احنا عشان من بعد اليوم الاسبوع الاول بندي للعجول علف بادي نامي تسمين عجول رضيعة 23% بروتين، عشان نحفز المعدة عنده والانزيمات والعصارات الهضمية ان هي تشتغل على العلف المركز. وطبعا لما نيجي لمرحلة الفطام بيكون العجل اتعود على اخذ الاعلاف عشان يدينا تحويل جيد للعجل، ويكون العجل اوزانه اوزان مقبولة وممتازة. بنيجي بعد كده عملية الفطام طبعا بتبقى بعد 75 يوم. بنبتدي نقلل اللبن تدريجيا وزيادة نسبة العلف. طيب اللي ما عندوش أبقار حلابة وعاوز يشتغل في مشروع تربية العجول الرضيعة، طبعا اللبن الصناعي موجود، وده طبعا حاجة ممتازة جدا. لبن شكار 25 كيلو بتكفي العجل مدة 60 يوم.